السلام عليكم. كرة القدم مليانة معجزات مليانة معجزات في كل حتة. يقول لك الفريق ده مش هيكسب، تلاقيه كسب. فريق لسه صاعد يكسب فريق بطل الدوري، تلاقي حاجات غريبة بتحصل. انما المعجزة اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي بالمناسبة اول حلقة من حلقات معجزة في الكورة، النهاردة معانا حدوتة طويلة بس شيقة. حدوتة بتحكي عن منتخب زي ما باين في العنوان، منتخب اليونان. بس ليه منتخب اليونان؟ ليه منتخب اليونان 2004؟ وهل الحكاية فعلا بدأت في يورو 2004؟ لا طبعا، الحكاية بدأت من قبل كده بكتير. الحكاية بدأت ان منتخب اليونان ببساطة شديدة جدا منتخب حصالة، منتخب يعر، منتخب ما يتشجعش، منتخب قليل جدا جدا جدا، لدرجه ان اولاد بلده ما بيتفرجوش عليه اصلا. يقول لك انا هشجع ايك اسينا، ولا يقول لك شجع اولمبياكوس، واللي يشجع اي نادي تاني زي باثنياكوس ويقول لك انا مش هتفرج اساسا على منتخب اليونان لان هو ملوش لازمه. احنا من زمان بندور على فوز واحد في اليورو، اقصى حاجه عملناها في اليورو جبنا جون. انت متخيل؟ ل 2004 البطوله اللي بادئه قبل الخمسينات اصلا ما جابوش فيها غير جون واحد وما كسبوش ولا ماتش. فهي دي مشكله منتخب اليونان مع بلده اصلا، مع اهل اليونان، ان هم مش مصدقين فيه لان هو ما قدمش اي حاجه تثبت حسن نيته. وهنا التاريخ قرر يقف بسبب سوء النتائج، وقرروا يعينوا اوتو ريجال عام 2001. مين هو اوتو ريجال؟ اصلا بطل الحكايه وبطل القصه مش اللعيبه بتاعه اليورو، لان انت اكيد عارف طبعا ان اليونان هي اللي كسبت اليورو. بس اكيد مش هقول لك تاكيسيانس ولا كاراجونس ولا بسيناس ولا خريستس ولا اي حد من اللعيبه دي، لان انت اساسا سمعت اسمها وخرجت الاسم من الناحيه الثانيه من ودنك، لان هم فعلا لعيبه مش معروفه مش مشهوره، ما حققوش حاجه. اشهر واحد فيهم بعد اليورو راح انتر ميلان، قعد على الدكه، ما كانش بينزل من سوء مستواه. بعد كده قعد يتقلب في الانديه شويه لحد ما راح بنفيكا واتكل على الله. المهم اوتو ريجال اصلا برضو كان زيهم. اوتو ريجال لما جه اليونان 2001 كان جاي من تجارب كتيره فاشله. الالماني قد صارم تكتيكيا، لكن الشخصيه الغليظه اللي محدش كان بيحب ولا بيسمع كلامه. ابرز محطاته كانت محطه كبيره جدا بالمناسبه، وهي بايرن ميونخ 1996. وفشل مع بايرن ميونخ مش فشل عادي، لا ده كان سادس الدوري الالماني مع بايرن ميونخ. فعلا يليق يدرب اليونان، مش رايح يدرب مثلا منتخب زي المانيا، لا ده رايح اليونان اللي هو مشي حالك مشي الدنيا عشان ما يقعدش في البيت. يكفي ان هو مثلا يعني ما قعدش 3 سنين على بعض في نادي واحد، ما حققش اي حاجه. مسيرته التدريبيه طويله جدا لدرجه ان هي كلها فشل ما عدا منتخب اليونان، لانه قعد فيها من 2001 لحد 2010، لانه يعتبر صاحب الانجاز الحقيقي والوحيد لمنتخب اليونان. اليونان قصتها برضو ما بدأتش مع تعيين اوتو ريجال وسكتت. تعيين اوتو ريجال ما هو الا شمعة مضيئة في سلسلة انجازات حصلت كتيرة قوي مع اليونان. اليونان قبل ما ياخد اليورو عمل جرس انذار محدش سمعه كويس، جرس انذار كان المفروض يفوق اوروبا كلها، لكن ممكن الناس كانت تقول ان دي مجرد 90 دقيقة حظ، بس محدش للأسف صدق فيه، وهو ده اللي ولع نار اليونان في اليورو. منتخب اليونان اما لاعب انجلترا في تصفيات كاس العالم 2002 مع اوتو ريجال، كانت من اولى مباريات اوتو ريجال. اوتو ريجال استخدم الصرامة التكتيكية الدفاعية اللي مشهور بيها جدا، وقدر يحط جون في منتخب انجلترا في الاول. هتقولي طب انت بتحكي لنا منتخب انجلترا عمل ايه مع منتخب اليونان في تصفيات كاس العالم 2002 ليه والفيديو بيتكلم عن اليورو؟ هقول لك ببساطه شديده جدا، لان وقتها انجلترا كانت محتاجه على الاقل تعادل عشان ما تلعبش ملحق اللي بيأهلها لكأس العالم 2002 قصاد منتخب ألمانيا اللي هم كانوا أول وتاني ساعتها، ومنتخب اليونان مجرد مشارك كده وكده كده خرج. منتخب اليونان بيفجر أول مفاجأة وبيحط الهدف الأول في منتخب إنجلترا. منتخب إنجلترا بيدرك التعادل سريعا عن طريق شيرينجهام، والناس بتحتفل والدنيا بتفرح، بس منتخب اليونان بيتكالح بعديها بدقيقة وبيحط التاني وبيرجع يرص أتوبيسه لحد آخر دقيقة. بس اللي حصل هنا إن المعجزة، معجزة الفاولات طبعا، معجزة اللعب الجميل، ديفيد بيكهام في اخر دقيقه بيتحصل على فاول المشهور جدا وهو حالق راسه وبيحط الفاول، وانجلترا كلها بتحتفل بالوصول لكاس العالم 2002. وبالمناسبه في قصه في الموضوع ده، ان هم كانوا بيتمنوا يصعدوا من الملحق بعد ما عرفوا مجموعه الملحق وبعديها، بس كانوا فرحانين ساعتها قوي ان هم وصلوا كاس العالم والمانيا وصلت عن طريق الملحق. اوتو ريجال بعد المباراه دي كان فخور جدا بنفسه وبلعبته، وبداوا ياخدوا ثقه. بس اما عملوا استفتاء او احصائيه لقوا ان اغلب الشعب
اليوناني مش هيتفرج على اليورو اصلا لانه مش مهتم، لدرجه ان من درجه عدم الاهتمام ان منتخب اليونان صعد اول مجموعه ب 18 نقطه كاملين واسبانيا تحته ب 17 نقطه. تخيل تصعد اول على اسبانيا وتكسب اسبانيا في تصفيات اليورو 2004 ومجموعتك ما تبقاش بالسهوله اللي هم فاكرينها كمجموعه فيها اسبانيا، اوكرانيا، ارمينيا، ايرلندا الشماليه. قال لك بس ده حظ مش اكتر، لان محدش بيركز في التصفيات. وايرلندا وارمينيا واوكرانيا، ارمينيا دي اشهر حد اساسا طلع من عندها كان هنريك مختريان وصافيناز الرقاصه، اساسا لحد دلوقتي ما طلعوش حد، فكانت مش احسن حاجه يعني المجموعه دي. فالمجموعه خلصت بتصدرهم على اسبانيا، وزي ما كانوا معتقدين حظه مش هنشجع اساسا اليونان، لان ده زي ما قلت لك ما عملوش غير حاجه واحده، جابوا جون واحد في اليورو ما كسبوش ولا ماتش. فهنا بيقرر المدرب يتدخل، وبدل ما يستدعي اللعيبه المحليه القويه قرر يستعين بمحترفينه اللي ما كانوش كتير بالمناسبه، كان 4-5 تنفار، وقفل القايمه على 20 اسم مع ان متاح له يتعاقد مع 30 اسم. قال لك انا هاخد 30 واحد، واساسا ال 30 مش هيبقوا بيعرفوا يلعبوا كلهم، جابها لهم على بلاطه كده من الاخر ان احنا منتخب ضعيف، منتخب ما بيعرفش يلعب كوره قوي، فكفايه 20 اسم بيعرفوا يعملوا حاجه وهستدعيهم وهلعب بيهم. وال 20 اسم بالمناسبه كلهم لعبوا ما عدا الحارس الثالث عشان بس نبقى على نور. المهم منتخب زي ده لقى استحسان من الشعب اليوناني، لان الراجل ما كانش داخل يهزر، وبدات وجهه نظرهم تتغير شويه، بس كانوا رايحين للتريقه، لدرجه ان المنتخب اليوناني جمهوره كان كل واحد رايح واخد له منتخب تاني، اما نطلع هنعمل ايه يعني، اما نخرج من مثلا من مجموعتنا انا هشجع المانيا وانت تشجع فرنسا وانت تشجع اسبانيا، ما دام كده كده سافرنا نتفرج على اليورو ويبقى نكملها للاخر. حتى اللي عمل كده ما كانش يعني واحد من الجمهور وخلاص، ده كان تاكيستس الباك الشمال. الباك الشمال تاكيستس قرر انه يعمل حاجه غريبه جدا، وهو انه يعمل فرحه اصلا. يعني قال لخطيبته اللي هتبقى مراته هخلص اليورو فرجه، لان احنا هنطلع بعد مجموعات 3 ماتشات، بعد كده بعد اليورو ب4 ايام خلاص هنروح نعمل ايه، هنروح نعمل فرحنا. وكان حجز القاعه وكان عمل كل حاجه، لدرجه ان اليونان كلها حضرت فرحه من الفرحه بالبطوله، وهو ما كانش مصدق كده. قال لك يا دوبك انا كنت مأجلها لبعد اليورو عشان عايز اتفرج على اليورو بما اني سافرت. فده معناها ان كل واحد خد منتخب لانه مش مؤمن بان في حاجه هتحصل اصلا. فالمدرب لقى كده قال لهم قبل اول مباراه وفي الاعدادات، قال لهم احنا جايين نتبسط، احنا مش جايين نعمل حاجه غير ان احنا عملنا ايه تاريخيا، ايه ابرز مشاركه. فواحد وقف كده وهو مبسوط قوي قال له احنا جبنا جون على فكره في اليورو. قال له جدع انا عايز نفس الجون تاني. قال له جون واحد بس يا كوتش. قال له جون واحد بس، مش عايز حتى تكسبه. وده بالفعل اللي كانوا داخلين ناويين يعملوه. ففي مجموعتهم كانت مجموعه الموت. للاسف المعجزه لازم تحصل كامله يا اما مش هتحصل. منتخب كان في مجموعته اسبانيا، البرتغال، وفريق اسمه روسيا. اسبانيا والبرتغال حدث ولا حرج، وكانت مباراتهم الاولى مع البرتغال فين يا معلم؟ في البرتغال. يعني مش بيلعبوا بطولة اصلا كده على الماشي مع منتخب جامد، لا البرتغال بتلعب في ارضها، بتدور على اول بطولة يورو في تاريخها عشان تكتب اسمها بحروف من ذهب، ومفيش فرصة احسن من ان هي تلعب على ارضها وسط جماهيرها، ومجموعتها فيها فرقتين سهلين زي روسيا وفريق التاني اللي هو اليونان، اللي هو كان اضعف واحد في توقعات الفوز بالبطولة، اللي هو يعني من الاخر الراجل ده راجل غلبان، ادوا له 5 دقايق ومشوه. دخل منتخب البرتغال واليونان، ومنتخب اليونان لقى الملعب كله مليان، كل جمهور البرتغال، لقى 15-16 واحد بيشجعوا اليونان كده على جنب، ورجلهم بدأت تخبط في بعض، والمدرب بيبص لهم عمل لهم شاور لهم واحد، يعني عايزين جون واحد وهنروح، مش قصه جون جه ما جاش، في ماتشات تانية هنجيب فيه الجون. فبداوا يطمنوا شويه ان هم نازلين فور فن، ماتش ودي، وكل الجمهور ده مش هيخوفنا لاننا ما بنلعبش على حاجه اصلا، والموضوع بسيط، الموضوع سهل والدنيا حلوه. وطبعا البرتغال فيجو، برتغال رونالدو، برتغال ديكو، برتغال ريكاردو كارافالهو، كان منتخب مرعب حرفيا وداخل ياخد البطوله ما بيهزرش. منتخب اتفاجئ في الدقيقه 7 ان اليونان بيعمل ايه؟ اليونان كراجانو الشوطه من بعيد من نص الملعب بعديها بشويه تروح على يمين الحارس وهوبا جون. اليونان كلها نطت فوق بعضيها وبتحتفل، وال 15-16 واحد اتلم عليهم بقيه الناس بتاعت اليونان وقعدت تهيص والدنيا فرحه، وهوبا جون في الدقيقه 7. عملنا التاريخ تاني وجبنا الجون الوحيد اللي جه في اليورو مره تانية بقى حصلتنا فيها جونين. هنا يعني المنتخب دخل اوضه اللبس بين الشوطين مش مصدق، بيبصوا لبعض. فالمدرب قال لهم احنا جبنا جون واحد صحيح، بس ايه رايكم بقى نكسر التاريخ ونجيب جون كمان ويبقى 2 ويرجعوا دفعوا ايا كانت النتيجه، انا مبسوط وفخور ومش عايز حاجه اكتر من كده. فاللي حصل بيلعبوا في الشوط الثاني الدنيا حلوه، مسيطرين على الماتش. البرتغال بس الابتسامه ما بتفرقش وشوش اليونان، لان هم حققوا هدفهم اللي هم هيرجعوا عشانه. احنا كده
كده عادلنا افضل جيل في تاريخ اليونان، ما فيش حاجه خاف منها. لا هجمه هوبا تاكلينج، لا ضربه جزاء لمنتخب اليونان في الشوط الثاني، هوبا جون تاني. خلاص منتخب اليونان فاضل له ربع ساعه ويروح كسبان لاول مره في تاريخه اليورو ب3 بونت، لاول مره في تاريخه هيروح بمكسب من الاخر. يعني مش هيعمل حاجه تانية غير انه يروح كسبان. دي حاجه ما حصلتش في تاريخ اليونان، لدرجه ان الراديو اشتغل اليونان كسبانه. الشعب اليوناني مش مصدق، انت بتشتغلنا عامه بتاع الراديو، اليونان كسبانه البرتغال بجد. اللي ما كانش عارف عرف، اللي ما كانش بيتفرج اتفرج، اللي عنده تلفزيون اتفرج، اللي ما عندوش قاعد على الراديو قاعد جنبيه وبيسمع لحد اخر دقيقه. كريستيانو رونالدو بيحط جون في الدقيقه 93 لم يكن كافيا، بيعلن انتهاء مباراه واحده من اقوى مباريات البرتغال واليونان، 2-1 لليونان في البرتغال. اليونان اللي معهاش ولا اسم، لدرجه ان انت نسيت الاسامي اللي انا قلتها من شويه انا متاكد، بس معجزه. معاهم 3 بونت، قعدوا يحتفلوا للصبح حقهم طبعا. والاذاعه الوطنيه في الراديو قعدت تشغل اغاني وطنيه كانهم عبروا القناه بتاعتهم ده لو عندهم قناه، واحتفالات رهيبه جدا. فدخلوا على منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا المباراه الثانيه، فالمدرب قال لهم خلاص احنا حققنا هدفنا، انزلوا اتبسطوا يا اولاد، انا مش عايز اي حاجه ثانيه. اوتو رجال قال لهم خشوا يلا بينا. منتخب اسبانيا مين يا معلم؟ منتخب اسبانيا كاسياس، موريانتس، راؤول، بيول، يعني منتخب يجنن اصلا. يعني موريانتس دخل الماتش عليهم بجون زي ما بيعمل في اي فريق. موريانتس 1-0، اسبانيا 1، اليونان 0. وبيرجعوا الارض الواقع ويعرفوا ان هم ماشيين، مفيش احباط مفيش حاجه. بيطلعوا بين الشوطين 1-0 وقاعدين وشوشهم في الارض بيفكروا بقى ايه، احنا 3 بونت واحنا ممكن نصعد كده. اوتو رجال استغل حاله عدم التركيز وعدم التشتيت وعدم الفهم، قال لهم احنا بنعمل ايه؟ احنا داخلين نبص، طلبت منكم جون، جبتوا جونين، انتوا 10/10، انا مش عايز منكم اي حاجه تانية غير طلب واحد اخير لمدربكم العجوز. فواحد بص له كده باهتمام وهو بيتكلم، قال انا عايز جون كمان ونخرج متعادلين. نخرج متعادلين، ما تعادلناش انا عايز الجون ونقف ورا بالطريقه الصحيحه لحد ما نشوف الماتش هيخلص ازاي. فاللي حصل كانت حاجة غريبة جدا. دخلوا الشوط بيلعبوا، خارستس في الدقيقة 66 يحرز التعادل على منتخب اسبانيا والنتيجة 1-1. ومنتخب اليونان رص اتوبيس ما ترصش قبل كده في تاريخ كرة القدم عشان يخرج متعادل مع الماتادور الاسباني 1-1. وبيبقى حصلته لحد دلوقتي فوز وتعادل، وفاضل مباراة مع روسيا، يعني روسيا. وبذكريات منتخب مصر في كأس القارات 2009 كده ماتش امريكا مضمون، دخلوا اتلسعوا من روسيا واتغلبوا. يعني تكسب البرتغال في ارضها وتتعادل مع اسبانيا الماتادور المرعب صاحب بطولة اليورو وتخرج من روسيا، لا ده يبقى سيناريو مش لطيف خالص. بس كلها حاجات ما حصلتش، لان اليونان وقتها صعد فرق اهداف بعد ما قدرت يعني البرتغال تكسر مقاديف فريق زي اسبانيا وتكسبه 1-0. وبيخرج اسبانيا بفرق الاهداف عشان اليونان تبعت المنتخب الاسباني وشعب اسبانيا كله لمستشفى الامراض العقليه من كتر اللي شافوه. يعني اللي هو انا خرجت على ايد اليونان، انا مفيش فضيحه بعد كده، مش هعرف امشي في الشارع تاني من الاخر. فبيصعد اليونان عشان يبقى في دور الثمانيه. في احتفالات في فرنسا، في ايه يا معلم؟ لا ده اسبانيا خرجت واحنا هنلاعب اليونان بجد. ما تهزرش، خلاص فرنسا واليونان في دور الثمانيه، النتيجه اتحسمت من قبل ما تبدا، مفيش اي حاجه تدعو للشك ان فرنسا. وبرضه حقهم، يعني منتخب فرنسا كان منتخب تقيل قوي قوي قوي. يكفي ان اقول لك ان منتخب فرنسا لعب من ضمن التشكيله الاساسيه اللي كانت معاه، كان بيلعب بهنري، زين الدين زيدان، ويليام جالاس، تريزيجيه، ليليان تورام، بيريس، ماكيليلي، وليزارزو. يعني منتخب مرعب. انت بتتكلم في منتخب فرنسا اللي خد كاس العالم سنه 98، منتخب كبير قوي 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 على حاجه زي دي. منتخب فرنسا دخل المباراه بثقه بكل هدوء، وكان بيقسم عليهم، لا منتخب صلب قوي متماسك دفاعيا، وده الاهم واللي بيميز منتخب اليونان انه صلب ومتماسك دفاعيا. فاللي حصل الجمله اللي انت هتبدا تسمعها كتير جدا، خارستس من ضربه راس وجون غريب عجيب في منتخب فرنسا خلاهم كلهم يشدوا في شعرهم، لدرجه ان دي الفرصه الوحيده لليونان قدام فرنسا اللي كرهت العالم في منتخب اليونان، لان تيري هنري وزين الدين زيدان ما قدروش يعملوا حاجه خالص غير كوره هنري اللي كانت بالراس وطلعت فوق العارضه، لان منتخب اليونان كان مضيق الماتش قوي، وكان العالم كله بيتمنى الماتش يخلص عشان ده اللي بتلعب مش كوره من الاخر، كان اي حاجه تانية غير كوره. فخارستس قال لهم عينيا الاثنين ليكوا حبايب قلبي، واطلعوا بره فرنسا من البطوله. وتيري هنري بيبص لزين الدين زيدان بيقول له احنا رايحين فين؟ اقول له احنا رايحين فرنسا بقى، خلاص هنتكل على الله. اللي يعني خلاص الموضوع كبير قوي، الموضوع بدا يكبر من اليونان لدرجه هم مش عارفين يلموه ولا عارفين ايه اللي يستوعبوه ولا عارفين يعملوا ايه اساسا. فوصلوا منتخب اليونان الى نصف النهائي. خلينا بقى نكمل الحدوته اللي
حلوه قوي من اول نص النهائي عشان تعرف تفاصيل اكتر. هقول لك ان في نص النهائي منتخب اليونان هيلاعب منتخب التشيك. قول لي ايه يا معلم الماتش ده؟ اليونان والتشيك في نص النهائي؟ احنا هربانين من الكونفدراليه ولا ايه؟ هقول لك ثانيه واحده بس. تعرف منتخب التشيك كان فيه مين؟ منتخب التشيك كان وقتها بيلعب فيه صاحب الكره الذهبيه بافل نيدفيد. انت بتتكلم في لعيب اسطوري، لعيب كبير قوي، لعيب جامد جدا يعني، فمش داخل يهزر ولا داخل يلعب. فهو كان صعود منطقي اساسا للتشيك لان كان ليها شعبيه كبيره، لان ده الجيل التاريخي للتشيك اصلا. ما كانتش محض صدفه ان هم يصعدوا لنصف النهائي، على عكس اليونان ان هي كانت بتعمل معجزه في كل ماتش عن الماتش اللي قبليه، لان منتخب التشيك خارج من التشيكوسلوفاكيا، فمنتخب اساسا ليه سمعه كويسه جدا. حتى في البطوله منتخب التشيك كان متصدر مجموعته على هولندا ومخرج المانيا بره البطوله، فمنتخب جامد جدا جدا داخل يكتسح. والتشيك قالت لك بس هي دي بطولتنا بعد الانفصال، والبطوله العالم كله هيفتكرها. منتخب التشيك نازل طاحن اليونان، لا بقى صرامه دفاعيه ولا تكتيكيه ولا اي حاجه نفعت قدام بافل نيدفيد القوي العنيد اللي نازل مدغدغ منتخب اليونان ومكسر عليهم الملعب. والبرتغاليين فرحانين بصراحه في اليونان وعمالين يشجعوا التشيك، العالم كله بيشجع التشيك، مستنيين الجون اللي هتحطه للتشيك. هوبا صمود منتخب اليونان اسطوري عن طريق الحارس. حارس عمل كل حاجه في الكوره في نص النهائي في الماتش ده، وقدر يخلي منتخب التشيك ياخر تقدمه ياخر تقدمه ياخر تقدمه لحد ما بافل نيدفيد اتصاب وبدات الخطوره تقل حبه. بس كانت شراسه غير طبيعيه. التشيك عايز يكسب ويصعد النهائي عشان يلعب ويخلص، عشان منتخب اليونان ما كانش ند ليه اصلا في الماتش ده، ولا حتى قدر يخلق عليه اي خطوره تذكر. فاللي حصل ان ال 90 دقيقه منتخب اليونان من الاخر كده، كل المحللين كل النقاد قالوا ان منتخب اليونان عمل معجزه بصموده 90 دقيقه من غير ما يدخل فيه هدف بمستواه اللي زي الزفت اصلا ده في نص النهائي، وهيلعبوا اشواط اضافيه. وهنا يا عزيزي كان اول تجربه ومن اواخر التجارب للقانون الجديد، واللي انتهى اساسا وهو الهدف مش الذهبي، لا الهدف الفضي. انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. كان في حاجه اسمها الهدف الفضي. ايه الهدف الفضي؟ بمعنى انك لو جبت جول في الشوط الاضافي الاول بتكمل الشوط، ولو فضلت متقدم خلاص مش هيتلعب شوط اضافي تاني، وبالسلامه وهارد لك للي خسر ومبروك للي كسب. طبعا انا بشرح لك القانون ده ليه؟ طبعا اللي حصل معجزه تانية تدرس. بس فاكر ما قلت لك ان في جمله هتسمعها كتير؟ طبعا هتسمعها تاني. الدنيا بقى زي الفل، ضرب ثابته وضربه راس برضه، بس المره دي من دالاس في اخر دقيقه في الشوط الاضافي الاول في الدقيقه 105 بالتحديد، عشان تطيح بمنتخب التشيك من نص النهائي، لان هم يا دوبك سنطروا الحكم صفر وقال لهم اتكلوا على الله مع فرنسا، اتكلوا على الله مع اسبانيا بره البطوله على مستشفى المجانين. وبدات تحمل عربيات مستشفى المجانين من التشيك ونقله معاهم بافل نيدفيد على كتافه زي الشهيد. اتكل على الله يا عم بافل، اتكل على الله يا تشيك، مستشفى مجانين ترحب بالزائرين. منتخب اليونان بيحط اخر طرف ليه قبل ما يلاعب البرتغال في مستشفى المجانين. وهنا نيجي للنهائي اللي هو كان نهائي الغل، نهائي الحقد مع منتخب البرتغال. انا يط تكسبني في الافتتاح وتخلي شكلي يضحك قدام العالم، انا يط تعمل فيها كده. فمنتخب البرتغال لاعب منتخب اليونان، بس قبل ما يلعبوا المباراة النهائية تعال احكي لك حكاية صغيرة. منتخب اليونان قعدوا مع بعض قعدة عرب، حرفيا قعدة عرب. جابوا كابتن الفرقة، جابوا مدرب الفريق، تعالى يا عم لاعب واحد مع لاعب اتنين، لاعب واحد مع لاعب تلاتة، لاعب واحد مع لاعب اربعة، ايه اللي مضايقك من ده وانت ايه اللي مضايقك من ده، وايه النفسية مش 100% ما بيننا ليه؟ قعدوا يصفوا النفسيات، قعدوا يتكلموا في كل حاجة مضايقاهم من بعض، وليه ده متضايق من ده وليه ده متضايق من ده، لحد ما صفيوا خالص ما بقاش فيه اي مشاكل بين منتخب اليونان وبعضيهم، لدرجة ان منتخب بقى على قلب راجل واحد، مش تكتيكيا مش فنيا لكن بالعزيمة والاصرار. و90 دقيقة هنموت في الملعب، 90 دقيقة مش هنعدي حد. هتقول لي رونالدو مش مهم، هتقول لي فيجو مش مهم، هتقول لي ديكو مش مهم، هتقول لي رأسيات ريكاردو كارافالهو العائد من الخلف للامام، هقول لك برضو مش مهم. احنا اليونان، احنا اللي كسبنا ماتش الافتتاح، احنا اللي هنكسب النهائي وهنجيب اول بطولة في تاريخ اليونان لينا. فاللي حصل يعني من الصحافة قبل الماتش كانت قلة أدب صريحة في اتجاه اليونان، بصراحة كان حقهم. قال لك الصدفة لن تتكرر مجددا. منتخب البرتغال نزل زي عيني غريمو التشيكي، نزل طاحن منتخب اليونان 10 تسديدات 5 على المرمى، قصاد ايه بقى؟ قصاد ركنية واحدة بس لمنتخب اليونان، وكالعادة ضربة ثابتة تبقى ايه؟ ضربة رأسية واحدة والبطولة يونانية. والمرة دي انا مش هقول لك مين اللي جاب
الجون في النهائي، لان اللعيبه كلها حققت الانجاز، المدرب حقق الانجاز، الشعب اليوناني حقق الانجاز، جابوا اول بطوله يورو واخر بطوله يورو في تاريخهم لمنتخب اليونان. والشعب اليوناني ما نامش من الاحتفالات سواء في اليونان او في البلد المستضيفه البرتغال، وقعدوا يفرحوا. ومشهد بكاء رونالدو، مشهد بكاء فيجو، مشهد بكاء ديكو، مشهد بكاء البرتغال كلها كان مسيطر على الشوارع. لكن هيهات اليونان عملت اللي ما اتعملش ومش هيتعمل تاني في اليونان، لان المنتخب ده حقق المستحيل ورجع ببطولة يورو هو نفسه ما كانش مستنيها، وكان داخل يجيب جون واحد بس. وكده بتنتهي حلقتنا، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسلام.